اللي قدامكم مدام شروق. من زمن، من 15 سنة كده، كانت أهم واحدة موجودة في جيلها. راهنت عليها بكل حاجة، بس للأسف هي قررت فجأة إنها تسيب المزيكا، ويمكن تسيبنا كلنا. ليه؟ كانت عايز تتجوز. عامة شفت دلوقتي قدامكم مستواها وصل لغاية فين. لا يا أستاذ صادق، أنا عمري ما سبت المزيكا. أنا كان عندي طموح كبير، بس برضو يعني كان عندي حلم زي أي بنت موجودة هنا، إن أنا يبقى لي عيلة وأخلف وأجيب عيال. بس ده مش معناه إن أنا بقيت من غير طموح، بالعكس أنا لسه عندي طموح وعندي حلم، وأظن يعني إن من حقي إن أنا أحاول أرجع. صح؟ ما ينفعش يا شروق، ما ينفعش. ما ينفعش الواحد يسيب المزيكا فجأة كده وبعد كده يقرر إنه يرجع كده بسهولة. كمان الموسيقى ما بتحبش غير اللي بيخلصوا لها، بيدوا لها كل حاجة. أنا مثلا، أنا رفضت إن أنا أتجوز وإني أعمل عيلة وأسرة. اديت نفسي للموسيقى، اتجوزتها. لكن أنت يا شروق ما عملتيش غير إنك أنت عكس كل اللي علمتهولك. طب معلش، أنا آسفة. أنا عندي سؤال. هو حضرتك لما كلمتك ليه قلت لي تعالي؟ سؤال وجيه. زمان كنت بقف قدام زمايلك كلهم واقول لهم بصوا على شروق، شوفوا بتعمل ايه، اقول لهم حاولوا تعملوا زيها. لكن دلوقتي للاسف ما اقدرش غير ان اقف قدام الجيل الجديد اقول لهم بصوا على شروق، اوعوا تعملوا زيها.